June 1st, Newark, New Jersey pay-per-view. Main event, Islam versus Poirier. Co-main event, 5 rounds, Strickland versus Costa, June 29th. Conor versus Chandler. 5 rounds, 170 pounds. Who's got the next question? طبعا بعد ليلة مليانة من أحداث وصدمات بي اف سي 300، العرض اللي كان تقريبا أكبر عرض بتاريخ اليو اف سي، اللي متأكد مليون بالمية الكل استمتع فيه. كنت عم بتفرج على البوست فايت بريس كونفرنس اللي هي اللي بيسألوا المقاتلين ودينا وايت اللي هو المدير تبع اليو اف سي أسئلة وهيك، وأنا عم بتفرج دينا وايت يعني فاجأنا، وأنا بصراحة أبدا ما كنت متوقع إنه يحكي هالشي. وأعلن بعد عرض يو اف سي 300 إنه كونر ماجريجر حيرجع ويواجه مايكل تشاندلر بوزن 170 باوند بيو اف سي 303 بشهر جون، يعني تقريبا بعد 2.5 شهر. ويعني بصراحة أبدا ما كنت متوقع إنه يعلن هالمواجهة، يعني كنت متوقع يعلن يعني مواجهات غيرها، بس هي بالتحديد يعني إجت صدمة كبيرة. يعني صرنا عم نستنى كونر يرجع تقريبا 1.5 سنة 2 وعم نستنى إنه يرجع وهيك، يعني لأن الإصابة اللي إجت ضد داستن بوريا من شي 3-4 سنين بعد لما انكسرت رجله، بعدها ضلينا عم نستنى يا الله امتى كونر حيرجع ضد هاد ولا ضد هاد، ضلينا عم نستنى. بعدين عمل اللي هي The Ultimate Fighter اللي بينه كانت هي ومايكل تشاندلر اللي آخر شيء بتنتهي بمواجهة بينهم، وهي هلا أعلنوها اللي هي كونر ماجريجر ضد مايكل تشاندلر. طبعا هالمواجهة يعني صرنا عم نسمع يعني الشائعات وتسريبات عنها انه المواجهة حتصير، يعني تقريبا من شهور قريب 2 عم يحكوا عن هالمواجهة انها حتصير، وهلا اخيرا اجانا تأكيد من المدير اليو اف سي نفسه انه هالمواجهة تأكدت 100%، والاثنين وقعوا على العقود، والاثنين مستعدين يقاتلوا. هالمواجهة حتصير بعد 2.5 شهر، يعني ما انه حتصير السنة الجاي ولا اخر السنة بعد وقت طويل، حتصير بعد 2.5 شهر. نحن هلا ابريل 20 حيعملوها بجون، شو اسمه يعني بنهاية جون، يعني تقريبا 2 شهر وكم اسبوع، فيعني جدا متحمس. فما بعرف يعني كيف، يعني شلون ما بعرف يعني التوقع كيف حيكون. انا بالبدايه كنت عم بتوقع انه لما يرجع كونر ماجريجر هو اللي حيفوز. انا يعني من حالكم شيء، انا بكره كونر ماجريجر، انا ما بطيق كونر ماجريجر بسبب يعني المشاكل اللي كانت بينه وبين خبيب من زمان ب 2018، وانا بصراحه ما بطيقه. بس ما بتقدروا تنكروا انه الكل حيتحمس لما يرجع، لانه يعني من اكثر المقاتلين الممتعين بتاريخ اليو اف سي، سواء كان ممتع على المايك بالحكي ولا ممتع بالحلبة نفسها لما يقاتل. فجدا متحمس، ما بعرف شلون يعني ما بعرف شلون حيكون توقعي، لأنه كنت بالبداية متوقع إنه كونر حيفوز شو ما كان 100% ضد مين ما كان، لأنه كونر قوي منيح، يعني حتى لما خسر ضد داستن بوري كان عم يقدم مستوى منيح. بس هلأ بعد ما شفته كيف هلأ صار يعمل مخدرات، وشكله هلأ كيف هيك صار عم ياخد منشطات ومخدرات من هالأشياء، ما بعرف كيف يعني حيكون توقعي. فبدنا نشوف شو اسمه هذا، يعني شلون حيكون شكله، وشلون يعني لوقت المواجهة أكيد حيتغير توقعي. ولسه في كمان، يعني إذا نفكر إنه هي المواجهة الوحيدة اللي أعلنوا عنها، لا حبيبي، لسه في كمان عندنا أعلن عن إسلام مخاتشف ضد داستن بوريه على حزام اللايت ويت بيو اف سي 302، يعني بعد 2 شهر تحديدا، يعني بنفس الشهر حنشوف داستن بوريه ضد إسلام، ومايكل تشاندلر ضد كونر ماجريجر. يعني صراحة حيكون شهر قوي كتير، وجدا جدا متحمس. طبعا يعني داستن بوريه هي 3 مرة بتواجه على اللقب، بعد ما واجه خبيب من 4 سنين وخسر، وواجه تشارلز أوليفيرا من 2 سنين وخسر، وهلأ حيواجه مواجهة أنا بصراحة برأيي
اسلام يعني انما يواجه بوريه حيكون اصعب منهم كلها، اصعب من خبيب واصعب من تشارلز لبوريه يهزمه. فصح انه مواجهه انا متوقع من هلا عم متوقع انه اسلام حيفوز، شو ما كان شكلهم، شو كان وزنهم، شو ما صار، متاكد 100% انه اسلام حيفوز شو ما صار. لكن انا بصراحه بحبه لداستن بوريه، يعني بحبه لهالمقاتل هذا، بحب طريقه قتاله وهيك. بس انه هالمواجهه حتكون يعني صعبه على بوريه، ما بعرف شلون حتنتهي وهيك، لانه انا بصراحه بحب اسلام كتير. اسلام تقريبا من القاتلين المفضلين، وانا بصراحه ما بشوف اي حدا شو اسمه هذا وزن اللايت ويت 155 باوند بيقدر يهزمه لاسلام على الحزام. فما يعني بدنا نشوف هلا كيف يعني شلون حتكون خطه بوريه ليهزمه وهيك. وبنفس هذا العرض UFC 302 اعلنوا عن مواجهه تانية حتصير بالكومين ايفنت، يعني المواجهه اللي قبل المين ايفنت حتكون بين البطل السابق شون ستريكلاند ضد باولو كوستا UFC 302 اللي هي UFC 300 كمان بنفس الشهر اللي هو جون، اللي حتكون نفس عرض اسلام وبوريه. فأنا بصراحة جدا متحمس لبناء العرض، كيف الاثنين حيحكوا عن بعض وكيف الاثنين حيكون بينهم يعني قتال وكلام كتير، لأنه هن الاثنين بيحبوا يحكوا عن يعني يحكوا على الناس اللي حيواجهوهم. شلون يعني دائما هيك تلاقيهم على التويتر والانستغرام عم ينزلوا ميمز وعم يضحكوا على بعض على مواجهة يعني على مقاتلين تانيين ومن الحكي هذا. فحيكون يعني كتير ممتع القتال اللي بينهم يعني برا الحلبة وجوا الحلبة. وغير هيك المواجهة حتكون 5 راوندز، يعني تكون 5 راوندز. الشيء يعني حيكون يعني مواجهة طويلة كتير، والشيء يعني حيخلي المواجهة صعب كتير تتوقعها، لأنه يعني شون ستريكلاند بيتحمل الضرب كتير، وواصل للراوند الخامس مرات كتير بمسيرته، يعني واصل ضد جاريد كينينير، واصل ضد إزرائيل أديسانيا، واصل ضد يعني بقدر يعد كتير يعني أسماء بس ما عم بتذكرهم هلا. فيعني هالشي حيكون، فهو متعود انه يوصل على الراوند الخامس، فحيخلي هالمواجهة صعبة كتير على باولو كوستا، يعني لانه كيف لك شون ستريكلاند بيتحمل ضرب كتير. ولكن باولو كوستا يعني قوي، انا بيعجبني باولو كوستا يعني ابدا، يعني مو سيء، يعني هو ما بتوقع يكون عنده قوة كفاية لحتى يقدر ينيمه لشون ستريكلاند، بس يعني ما بتعرف شو ممكن يصير يعني يعني ما اي شيء ممكن يصير بهالمواجهة. يعني شان يعني باولو كوستا يمكن يضرب يعني يكون يعني ضربة قوية كتير ويخلص المواجهة على بكير، او ممكن يعني يكمل ال5 راوندز وتكون مواجهة قريبة بين الاثنين ويكون يعني صعب توقعها وهيك. فهذا اللي كان يعني عندي، هي المواجهات اللي اعلنها دينا وايت. كونر ماجريجر ضد مايكل تشاندلر UFC 303 على وزن 170 باوند، وإسلام ضد بوريه على حزام اللايت ويت اللي هو وزن 155 باوند UFC 302. وبنفس هذا العرض حيكون في شون ستريكلاند وباولو كوستا UFC 302. فأعطوني آراءكم، أعطوني توقعاتكم هلا على بكير. بعرف حيكون صعب إنك تتوقع المواجهة على بكير، بس أعطوني آراءكم توقعاتكم، يعني مين تتوقعوا يفوزوا من يعني هلا على بكير، إذا قولوا لي إذا متحمسين لهالمواجهات ولا لا. شكرا على المشاهدة والسلام عليكم.